يا جماعة، الليلة كل الناس اتصدمت بعد ما اتكشفت الحقيقة اللي مخبيينها عن تدهور حالة تامر حسني الصحية، واللي طلعت إنها بسبب خطأ طبي خطير. القصة بدأت لما باسم بوسيل خرجت لأول مرة وتكلمت بصراحة، وقالت إنه تامر من فترة تعب شوية وراح لأطباء في مصر، وقالوا له إنه عنده ورم صغير على الكلية وما فيش منه أي خطورة. لكن المفاجأة إنه الكلام ده ما كانش دقيق. تامر سافر ألمانيا لإحياء حفل، وهناك الورم فجأة زاد حجمه بشكل مرعب واحتاج لجراحة عاجلة جدا. وفعلا نجم الجيل وقف كل مشاريعه الفنية ودخل غرفة العمليات وتشال جزء من الكلية، وبعد العملية رجع مصر يكمل علاجه، وظاهر في فيديو مؤثر جدا وهو خارج من المستشفى والناس حواليه بتدعيله وبتسقف له. تامر كتب رسالة كسرت قلوب الجمهور: مش عارف أشكركم، دعواتكم هي اللي وقفتني على رجلي، وربنا يجمعنا على خير. لكن المفاجأة الأكبر كانت قصة الشاب اللي بعت رسالة للصحفي هاني عزب وبيقول له: أنا متبرع بكليتي لتامر، والله لو محتاج الكليتين أفديه بروحي. رسالة هزت السوشيال ميديا من كتر المشاعر والوفاء. أما هاني عزب فخرج يطمن الناس بنفسه بعد زيارته لتامر وقال: ما فيش أي تدهور ولا مضاعفات، والعلاج في مصر ماشي بتنسيق كامل مع الأطباء في ألمانيا. وتامر لغى كل حفلاته وحيبدأ بأول حفلة خيرية يوم 20 ديسمبر في القاهرة.